اكتر سؤال بسأله ازاي بنحافظ على اللانشون والرومي المدخن وانواع الجبن المختلفة في التلاجة من غير ما تبوظ. الطريقة دي حلوة جدا. اهم حاجة عندنا هنحتاج علب محكمة الغلق، كمان بحتاج مناديل مطبخ، بستخدم 3 مناديل بس من المناديل الرفيعة، بحط منديل في أرضية العلبة ومنديل في النص لو كمية الجبن أو اللانشون عندي كبيرة، ومنديل على الوش. المناديل دي بتساعد ان هي بتمتص الرطوبة، اي مية بتخرج، فبتخلي المنتجات بتفضل عندي سليمة على طول. تاني حاجة ان انا بجيب قالب الزبدة على بعضه، وطبعا بقطعه مكعبات. قبل ما بقطعه بفرد بلاستيك راب او كيس على القطاعة اللي انا هقطع عليها الزبدة عشان تحافظ على النظافة بتاعتها. طبعا بجيب علبة ومحكمة الغلق برضو، بكون فرشة في ارضيتها كيس كبير وبعدين بقفلها. اقروا بس الكابشن، كمان هقول لكم تريكات كده تخلي الزبدة تفضل معاكم مدة طويلة من غير ما تعفن ولا يجرى لها اي حاجة في التلاجة، ومن غير كمان ما تطلع ريحة ولا تغير الطعم بتاعها. والبيض الني بعمله نفس المعاملة. باي.